يطلع بقى مين؟ صبحي عبد السلام، طبعًا ليه حلقات عندي ده، ويتهم الخطيب وحسن حمدي بخيانة مصر، آه والله العظيم، صبحي عبد السلام يتهم الخطيب وحسن حمدي بخيانة مصر، عشان جات لهم دعوة لكاس العالم في قطر، وما جاش لرئيسه اللي هو مرتضى منصور دعوة ولا أي بتاع، وجا لأحمد سليمان العدو اللدود لمرتضى، أي حد عدو يتهم الخطيب وحسن حمدي بالخيانة، بخيانة الدولة المصرية، عشان كرة قدم يا جماعة والله العظيم ما باهرّج، طب والله العظيم ما باهرّج، طب نسمع، طب نسمع، أنا مش هافتي، عشان كده أنا قاصص لكم الفيديوهات، نسمع والله الله العظيم، اسمع. فليه قطر وليه موجود الخطيب وليه حسن حمدي السؤال اللي انت طرحته؟ لا، لانه في ترتيبات مع دوله قطر مش بخصوص كاس العالم، ده من قبل كاس العالم ومن قبل 11 يناير. الفكره مرتبطه بكيان كبير اسمه النادي الاهلي، قدرت بعض القيادات الموجوده بره تستقطبهم وتعمل معاهم علاقات خاصه جدا بعيد عن الرياضه وبعيد عن كره القدم، بدليل لما كان بيتردد حسن حمدي ما كانش في اي تعاون رياضي بينك وبين إمم، قطر، ما كانش في اي حاجه. انت في افريقيا وهي في اسيا، انت في حته وهي في حته، يعني ما فيش عامل مشترك بينكم في مجال الرياضه او كره القدم بشكل خاص. وفضل موجود في قطر لحد ما طلع له الحكم اللي هو بتاع الكفاله ده بتاع فاضطر الكابتن حسن حمدي يرجع. فتقول لي الخطيب في قطر، هو رايح مع حسن حمدي. وخلي بالك اللي الناس برضو ما تعرفوش، ان الراس المدبر جوه النادي الاهلي واللي بيحرك الكابتن محمود الخطيب هو كابتن حسن حمدي. يا سلام، يا سلام يعني يا الفكره مش يا مرتبطه أذكى بس أخواتك، بحدث ولا برحله. يعني أنتم متخيلين يا جماعة بيقول لك إن الغرض عشان هم جالهم دعوة لكاس العالم، شوفوا بيقول إيه يا جماعة، بيقول لك إن الغرض إن هو تجنيد قيادات من النادي الأهلي ليصبحوا ضد الدولة المصرية، ده بيقول كده، أنتم سامعينه بنفسكم، عشان كورة، يتهم الخطيب وحسن حمدي بالخيانة وإن هم يتم تجنيدهم من قيادات قطرية عشان ينظموا ثورات في مصر، ويقوموا وبيخونوا مصر، أنتم متخيلين؟ ده رئيس بلدك عبد الفتاح السيسي كان في كاس العالم، يا يا بتاع الكفتة، يا يا اللي بتاكلوا إيه، أنا مش فاهم بتاكلوا إيه، إيه الهجص اللي بيتقال ده؟ يا جماعة إحنا وصلنا لفين إحنا وصلنا لفين والله، إحنا وصلنا لفين اللي هو بيقوله ده، طب نكمّل بيقول إيه نكمّل، ده أنا لسه هافاجئكم، ده أنا لسه هو هو أنا هاسيبكم يا جماعة؟ استنوا بس ده أنا هاعمل لكم ده فجوة، بكل الرحلات. التوقيت اللي اختار فيه الكابتن محمود الخطيب يمشي على المانيا لما مسك ظهره زي ما بيقول ايهاب، مشي امتى؟ قبل 11 دعاوى الخروج والتظاهر اللي كانت موجوده، خرج بعدها بيومين ب3 ايام، انتهت على خير، خلصت. بعد المناشدات اللي احنا كنا بنقولها هنا وبعد اللي عمله مرتضى منصور حتى في حلقه وفي اتنين، خلصت البتاعه وبخ، مفيش لا ثورات ولا في خروج ولا وقفات احتجاجيه ولا. اضطر الكابتن حسن محمود الخطيب يرجع، وراجع بقى ايه، بسم الله ما شاء الله، اسد. راجع بقى واقف على رجله، مفيش بقى لا العجله المتحركه ولا البتاع. احنا بنتمنى له دايما الشفاء، بس مش على حساب مصر ولا على حساب وطننا. فبقول لك ان اللي حصل يا كابتن طارق هي ترتيبات مسبقه، ومش جديده ان الكابتن محمود الخطيب يكون موجود هو والكابتن حسن حمدي في كاس العالم النهارده. بس اللي لفت نظري النهارده ان هم معزولين في مدرج لوحدهم. مش ممكن يكون ده تكريم، ده حرص، ده امن زايد يا ايهاب. يعني مدرج كامل موجود في الكابتن حسن حلمي، الكابتن حسن ما حدش عايز يقعد جنبهم. مش فاهم، كابتن حسن حمدي والخطيب. كفاية كده، كفاية القرف ده كفاية. يعني هو قال إن الخطيب بيعمل تعبان ويتمارض كما قال إيهاب الفولي، وراح سافر قبل 11/11 اللي فات، عشان الثورات ومش الثورات، وإن هم وهم في قناة الزمالك بتاعتهم هم اللي وقفوا الثورة بالهجص بتاع عمارة يعقوبيان والزائد 18 اللي كانوا بيعرضوه على القناة، وإن هو دلوقتي برضه بيجندوهم عشان 11 يناير اللي جاي. أنتم عارفين يا جماعة كل ده عشان كرة قدم يا جماعة، وقال لك هو قاعد هو والمدرج وحسن حمدي معزولين عن الناس أمن زايد، إيه يا عم، أقسم بالله العظيم أنت مش يعني أنا بيشربوا نعناع بيشموا نعناع والّا أنتم متخيلين ده بيتقال على قناة الزمالك؟ وتشككوا في مرض الراجل، وتشككوا تقولوا إن هو حرامي، وتشككوا في إن إحنا دخلنا كأس العالم للأندية باللوائح والقوانين، كل ده عشان كورة وقناة، وييجي وزير الرياضة برضه ومش هافضل أبطّلها يكرّمهم، إن دي وهو قصدي مش هو اللي يكرّمهم، جريدة المثل بتكرّمهم إن هم أفضل قناة رياضية على الساحة وهو واقف بيسقّف، فينك بقى يا مجلس الأعلى للإعلام بعد الهجص كلّه اللي اتقال ده؟ أنا ما عنديش مشكلة اطلع افتي واهبط زي ما أنت عايز، ما إحنا متعودين منكم على كده، لكن تتهم الناس بالسرقة وتتهم الناس بالخيانة وتتهم الناس إن هي بتتمارض والناس إن هي بتعمل مؤامرات وفتن على مصر،
كل ده عشان كرة قدم؟ بذمتكم يا جماعة هو أنا باقول أي كلام؟ والله العظيم يا جماعة أقسم بالله الموضوع لا أهلي ولا زمالك. والله العظيم أنا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم الموضوع بالنسبة لي لا أهلي ولا زمالك. الموضوع بالنسبة لي يعني سفالة وقذارة لأبعد الحدود، أقسم بالله لأبعد الحدود. أنا مش فاهم هو المجلس الأعلى إزاي ساكت على الكلام ده؟ يا جماعة في ناس بتصدّق الكلام ده، أقسم بالله عارفة ليه أنا ما كنتش مقتنع إن في ناس بتصدّق الكلام ده والله العظيم يا حبايب قلبي، بس أنا بالاقي ناس في الcomments بيكتبوا لي حاجات مصدّقين الكلام ده والله، مصدّقينه، أنتم متخيلين؟ الموضوع بقى يعني تعدّى جميع الحدود، فينك يا مجلس يا أعلى للإعلام؟ والله العظيم ده قرف، أقسم بالله لا أهلي ولا زمالك، أقسم بالله لا أهلي ولا زمالك، أقسم بالله ده قرف، ده قرف، اللي بيحصل ده قرف، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. سكتنا ما فيش ما بيعدّوش أسبوع إلا لمّا بيتحفونا، حاجات إباحية على القناة، قرف وكذب وتضليل للناس. على فكرة كل الإجابات الفيديوهات اللي أنا سمّعتها لكم دي سؤال واحد، إيه رأيكم والله العظيم السؤال يقول: إيه رأيكم في أداء المغرب في كأس العالم؟ دي كانت الإجابات، والله ال4 فيديوهات دول هم كانوا الإجابات، ولا حد اتكلم أصلًا مين اللي مسك كورة في المغرب، آه والله العظيم.